الجمهور دخل قبل ما تتشاط، فده كان خطأ. كان لازم الحكم بدل اللائحه بتقول له 20 دقيقه وتخلي الملعب، يبقى ما كانش يلعب ضربه الجزاء غير لما يخلي الملعب، لان دي كانت ممكن تعمل مشكله وتخلي فريق الشرطه يعترض. لكن الحمد لله الاتحاد الكوره ربنا طيب انقذه. خليني بس، ده مهم قوي، معلش يا مازن انا متاسف. استاذ فتحي بالتاكيد ده حصر لينا تماما يا استاذ فتحي، وكاميرتنا كتر الف خيرهم وكتر خير الزميل ماجد غراب، بحييه المصور. يا ريت تقول لنا اسم المصور هنا من الدرجه الثالثه يمين. اقتحموا هنا، وزي ما شايف استاذ فتحي ما اقتحموش، دول دخلوا. يعني استاذ احمد عبد المنعم المصور بشكره شكرا جزيلا. ما انا مش شايف فيه يعني دي بقى بتاعت النادي الاهلي جماهير الاهلي بتقعد فيها. ادي الاولاد اللي دخلوا الاستاد. اتصور ان دي لقطات حصريه لينا، اتصور يعني انه ده اللي حصل بالظبط. مجموعه من الشباب المشاغب المشاكس اللي مش عايزين يعرفوا ان في نظام وفي قانون وفي احترام وفي انضباط، ودخلوا وزي ما انت شايف الامن سايب يعني هي التجربه دي حصلت في ماتش الاهلي ودخلوا ومن تحت المقصوره. نعم. ودخلوا في الممر بتاع الاستاد، لكن ما دخلوش الملعب. العجيب في الامر هنا انه انا كراجل شرطي يعني ببقى دارس كويس قوي المكان اللي انا بامنه. مش كده ولا ايه؟ نعم. انا عندي راجل هيجي يسرق بيتي من الحته الفلانيه او هيعدي هيخطف حد من العيال، فبعرف المداخل ايه وبامنها. نعم. طيب ازاي الشرطه ما امنتش كل المداخل؟ يعني ازاي الشرطه لم تدرس خريطه الاستاد؟ وهنفضل لامتى نقول ان والله ده حاجه كانت غير متوقعه، وان احنا اضطرينا نتعامل بالهدوء والحكمه عشان ما نصعدش المشكله. المشكله انها بقت فضيحه قدام العالم. نعم. ودي اللي احنا حذرنا منه قبل المباراه. نعم. وقلنا ان ماتش الزمالك اللي جاي مع اتلتيكو مدريد اللي انا برضه حاطط ايدي على قلبي فيه، واخد بالك؟ وده هيبقى فيه شماريخ رسمي، اصل ده ماتش ودي، مفيش عقوبات بقى خلاص. يعني انا غير مقتنع على الاطلاق ان تامين الاستاد امر صعب، وان منع دول الناس البلطجيه او المتهورين دول امر صعب، او التعامل معهم امر صعب. انا عرفت ان في تم القبض على مجموعه منهم 14 حسب ما قال لنا مصدر امني من وزاره الداخليه. 14 وقالوا الزميل محمد السباعي. نعم. 14 يعني برضه اشمعنى 14 يعني؟ ليه مش 20 ولا 15؟ ليه مش كلهم؟ مثلا يعني بقول لك ليه مش العدد يعني كل من خالف اللوائح والقوانين ودخل الاستاد يتم القبض عليه ويتم التعامل معاه. الناس دي لما حقق معاه في حد اتقبض عليه واتسجن يعني وخد حكم يعني؟ لا ما خدوش حاجه. عشان بيطلع رؤساء الانديه بعد كده يقول لك حرام. قال لك رؤساء الانديه لا عايزين غرامات ولا عايزين نقل مباريات ولا عايزين مباريات بدون جمهور ولا عايزين اي حاجه. قال لك عايزين بلا عقوبات. يعني هو في حاجه في الدنيا اسمها بلا عقوبات؟ على فكره اقول لك يعني انا مش عارف انا يعني رؤساء الانديه برضه ما هم زي الناس التانيين. رؤساء الانديه برضه ناس يعني مشاركين وناس طيبين. ناس مش عايز يحط نفسه في مشكله. تلاقيه بيستخبى ورا بيان او ان هو يظهر بشكل كبير ولا جملتين كده طالعين، لكن يشاركوا في حاجه ما بيشاركوش. ما قالوا هيقعدوا مع مجموعات الالتراس وقالوا ان الالتراس يجي يشارك معاهم في التنظيم، وقالوا ان هم هيعملوا ويسووا والى اخره. على فكره يعني صور حصريه لينا وبيتم القبض على الولاد. وخلي بالك هيطلعوا يقول لك والله ما كنت موجود، والله ده انا كنت بجيب اخويا من الاستاد، اصل انا قلت له ما تروحش وهو اللي لا بص ده انا مش عارف ده فنان، ده مغطي وشه، ده فنان. وانا اصلي مش عارف ايه وانا ما كنتش هنا. هو لازم بالعصايه يعني؟ اعتقد دي مناظر مشاهد حصريه. ايه استاذ فتحي نفسي اعرف ما هي الاستفاده يا اخي؟ ما تقعد انت كان زمانك قاعد في الاستاد ومنور. واي دوله ديمقراطيه انجلترا قمه الديمقراطيه لو حصل كده في الاستاد هيتم التعامل معاهم بمنتهى القسوه طبعا، وهيروحوا السجن وهيتحاكموا عادي خالص، ومحدش هيقعد يتواصل عشان الافراج عنهم، وما فيش رئيس نادي هيقعد يتدخل ويعيط ولا يقول لك اصل الاهلي عشان دول ليهم مستقبلهم. طب بتعملوا كده ليه؟ هيجي يقول لك دلوقتي هيبوظوا لنا المئويه، اصل دول اللي كانوا بيسندونا والحقوا جماهير. بس الراجل بقى العسكري لا ده انت عارف زي الواد الصغير كده اللي بيفضل قاعد عشان تشيله، قال له لا انزل ده انت كويس. وبعدين بدا يعرض، وبعدين بدا يمشي بقى بشكل عادي خلاص ما فيش ادنى مشكله. وبعدين بدا من الشرطه لا بقى عادي تعمل شغب ما ينفعش. انت اللي تاخد 175 قرش. لا عم شعبان الفني وماجد غراب الحقيقه ومصورنا احمد. هو حد ضربه؟ هو حد بيضربه؟ احمد عبد المنعم الحقيقه. نعم. وشعبان الفني يعني الحقيقه هم اللي عملوا الشغل ده. ما هو بص يا استاذ فتحي، يعني نشتغل اعلام بجد ونوري الصوره للناس وما نخافش من حد.
لانه المشكله ان الكل خايف من كله، ما اعرفش ليه، ومش فاهم ده بيطبطب وده بيدلع يقول لك هل يفعلها مش عارف مين في الاسكندريه، وهل مش عارف مين في الاسماعيليه، وهل مش عارف مين في البورسعيد، وهل مين في الاهلاويه. لا ده مش دورنا احنا خالص يا استاذ. احنا نوجه، ولما نكون غلطانين احنا غلطانين نكون في ظاهره حلوه نقول في ظاهره حلوه وبترصد الواقع المؤلم. احنا يعني نعم اهو القتيل اهو القتيل اهو القتيل. هو كان عايز بس حد يقول له ننا اهو ننا اهو يعني. لا عشان ايه يسيبوه جاي نازل جري. ناخد احمد سعد حارس مرمى الشرطه النهارده، واحده من افضل مبارياته. مساء الخير يا ابو حميد، مبروك.